صباح الخير. شايفين النوتيلا الخطيرة دي؟ أحلى نوتيلا هتدوقوها. يلا نبدأ مع بعض بالمكونات. معانا كوباية إلا ربع بندق متحمص ومتقشر، 100 جرام. معانا زبدة على زيت نص كوباية. هنبدأ الأول بتحميص البندق. هتقعدي تضربي وتقفلي، هي دي المرحلة الصعبة اللي فيها، لغاية لما يطحن يبقى عامل زي الطحينة كده. معانا كوباية لبن بودر، معانا كوباية سكر بودر. هنحطهم على بعض ونحط معلقتين كاكاو خام يكون نوع كويس. هننخلهم الأول مع بعض وبعدين هنحطهم في الخلاط أو في الكبة، وبعدين هحط عليه البندق المطحون. معانا نص كوباية لبن حليب. هنقعد نزود نص كوباية اللبن بالتدريج لغاية لما نلاقي القوام يتلف معانا ويتضرب يبقى سايل كويس حسب القوام اللي انت عايزاه. هنسهل الضرب كمان، نحط نص كوباية زيت نباتي على زبدة سايحة. النص كوباية ممكن تحطيها زيت بس، ولو الزبدة معاها مع نص في النص كوباية تبقى مجرد ان هي متسيحة بس في الميكروويف. في اضافة من عندي، انا حطيت معلقة واحدة بودر كريم شانتيه. لو حابة تحطيها، لو متوفر، مش متوفر خلاص هي كده حلوة قوي. عندي واحدة شوكولاتة جالاكسي انا حطيتها برضو حلوة جدا. يعني الريحة بتاعت النوتيلا خطيرة الحقيقة. شايفين القوام بتاعها؟ يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. لو عجبتكم اعملوا اشتراك في سفرة فايزة. بصوا انا بحطها على التوست بالشكل ده. معانا بقية الخليط اللي في الخلاط، فانا طبعا مش هرميه، هحط كوباية لبن عليه واعمله مشروب شوكليت فظيع الحقيقة بالبندق، طعمه حلو جدا. ولو عايزين اعمل لكم النوتيلا الاقتصادي ممكن اعملها لكم من غير بندق، وهتبقى برضو بريحة البندق والاسانس البندق. وممكن نعمل منها الصوص بتاع جاتوهات وحشو، هتبقى حلوة قوي قوي برضو. ولو عجبكم الفيديو قولوا لي رأيكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة. جديد انا بنزله في فيديو جديد.